السادة الممثلين الجهات الرسمية، السادة أعضاء الهيئة العامة، تحية طيبة. يسر جمعية مزيد أن تقدم إليكم تقرير سنوي حول أعمالها ونشاطها لعام. عقد مجلس الإدارة عددا من الاجتماعات الرسمية واتخذ عدد من القرارات: تكريم مجموعة من المتطوعين، توزيع وجبات طعام، ومشاركة في اجتماعات رسمية وإنسانية ومع منظمات دولية. بحب أبشركم إن نحن صرنا شركاء الأمم المتحدة مع اليونيسف في إدلب. تنفيذ مجموعة من الدورات الإدارية والمالية رفعت كفاءة الكوادر والمتطوعين. إقامة دورات في الصيف صفوف مخرز. تنفيذ دورات دعم نفسي وتعليم الأطفال في النادي الصيفي. توزيع تمر تزوير وجبات وألبسة في المنطقة الذهبية. النشاطات: تنفيذ زيارات ميدانية المؤسسة في الجمعية، الأسر المسجلة في الجمعية ومساعدة الأيتام. علما تم افتتاح مشروع مساحات صديقة للطفولة في خان شيخون إدلب بالشراكية مع منظمة اليونيسف، وكان له الأثر البعيد في المجتمع المحلي في محافظة إدلب. المشاريع المنفذة خلال 25 تم توزيع 7 أغراض مقطورة في خان شيخون وضواحيها بتقدمة من منظمة اليونيسف للجمعية.